السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة العام الجديد 2026، أتوجه بالتهنئة لإخوتي في حزب وعد وللشعب السوري الكريم، سائلا الله عز وجل أن يجعل هذا العام عام خير وبركة وتقدم بإذنه تعالى. لقد كان العام الماضي عام خير وتم فيه إنجازات كثيرة والحمد لله، ونأمل أن يكون هذا العام تكملة لهذه الإنجازات، وأن تلتزم الحكومة الكريمة بما وعدت به بالإعلان الدستوري من قضايا كثيرة، منها إقرار قانون الأحزاب ومجلس الشعب وعمل الدستور الدائم وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. هي تريد أن تأخذ وقتها وهذا من حقها، ولكن نذكر ونطالب بأن يكون يعني هناك عمل دؤوب في هذا الاتجاه، وأن تكون الإنجازات مستمرة دون توقف إن شاء الله. في هذه المناسبة أيضا نتذكر شهدائنا الكثر الذين يعني ضحوا في سبيل هذه القضية وفي سبيل ما يؤمنون به، فنأمل أن يكونوا الآن في مكان خير من هذه الدنيا الفانية، وأن يكون الله عز وجل قد أثابهم جنات عرضها السماوات والأرض. أتمنى من إخوتي في حزب وعد في هذه السنة أن يكونوا يعني أكثر إنجازا وأكثر جدية، فيعني لقد أصبح الحزب ذو تاريخ طويل وذو إنجازات كثيرة، فلنحافظ على هذه الإنجازات ونسعى إلى تطويرها وتحسينها. هذه مسؤولية فردية لكل واحد منا، نأمل أن الله عز وجل يعني يعيننا عليها، وأن نكون جادين في تطويرها وتحسينها بعونه تعالى. مع أطيب التمنيات، ونواصل عملنا إن شاء الله في حزب وعد بانتظار أن يكون هناك قانون أحزاب جديد، ونسجل حزب وعد وننطلق في العمل الميداني الواسع بإذنه تعالى. شكرا لكم، وكل عام وأنتم بخير.